جايبالك بقى طريقة للفراخ هتغير معنى الفراخ خالص، طريقة ما كده للفراخ المشوية جميلة جدا. كملي الفيديو معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جايبالكوا طريقة للفراخ لما تجربيها هتعرفي ان انتي ما كنتيش بتاكلي فراخ اصلا قبل كده يعني. المهم بنعمل ايه؟ بنفرم بصلتين كبار ونفرم فلفل اخضر، ممكن تخليه فلفل حامي لو انت حابه، بس انا عشان عندي طفله فمش مش حاطه فلفل حامي. وطماطميتين تمام كده، ونقلبهم كويس مع بعض ونحيقهم بملح وفلفل وزعتر وبابريكا ومعلقه شطه صغيره جدا ورشه من التوابل بتاعتي اللي انا هنزل لكم الفيديو بتاعها. وبعد كده انزل عليهم بمعلقه عسل نحل ومعلقه صويا صوص واقلبهم في بعض. عايزه افرم البصل والفلفل والطماطم لدرجه ان هم يتعصروا معايا. دي بقى الفرخه بتاعتنا. ابدا ان انا اسلك الاول الجلد عن اللحم، افصله عن اللحم عشان هدخل التتبيله جواه. ولو عايزه تعرفي انا ازاي عملتها بالشكل ده تقدري وانتي بتجيبي الفراخ تقولي للراجل افصل السلسله بتاعه الظهر علشان تعرفي تتنيها كده. تمام. وبعد كده بقى نحيق كويس جدا وننزل عليها بالحياء بتاعنا ونغطيها بورق فويل. بصوا ما شاء الله منوره بجد. على فكره دي الفرخه دي كبيره جدا، ها ممكن يكون التصوير بس صادمها. معلش بقى كوبايه النسكافيه بتاعتي عشان يعني نفوق مع بعض. معرفش ليه كنت بغيظكوا بيها هنا يعني، بس تمام. نبدا بقى نغطيها بورق فويل واشيلها في التلاجة ليله كامله او على الاقل 4 ساعات. تمام. اجي بقى هنا احضر الفريش صوص. ايه بقى الفريش صوص ده؟ انا عرفته بالصدفه من عند الدهان. عباره عن فلفل وطماطم ومعلقه صغيره من الثوم، وبيتحيق بملح وخل بس. ابدا احط الملح وازود ميه معلقتين صغيرين جدا واظبط الملح بتاعي، وبعد كده اضيف معلقتين خل زي ما اتفقنا، نظبط الملح قبل الخل وكده الفريش صوص بقى جاهز. بس المهم ان الفلفل يكون حامي. نيجي بقى على الفراخ. انا حطيتها طبعا في الفرن وسبتها ساعة كاملة. تمام. بس الفراخ دي عشان كبيرة انا هسيبها ساعة ونص. نيجي بقى في طبق تاني احط شوية بابريكا وشوية ملح صغيرين جدا ودبس رمان، واخد شوية من الصوص بتاع الفراخ واقلبهم وابدا ادهن وش الفرخة بيه وادخلها بقى الفرن تحت الشواية. اشغل بقى الشواية عليها واسيب برضو الفرن شغال، لكن لو انتي مش مسموح لك عادي ممكن تقفلي الفرن وبعد كده تشغلي الشواية لحد بس ما تاخد وش معايا. وده كان الشكل بتاعها. طبعا قدمتها مع رز بسمتي ملون وفريش صوص. انا هنزل لكم الفيديو بتاع الرز ان شاء الله بكره. عايزاكي بقى تجربيها وتقولي لي ايه رايك، ومستنيه التعليقات بتاعتكم. وما تنسينيش في المتابعه والاعجاب.